مراقبة وكفالة ومنع من السفر. الجزائري عطال يحاكم بتهمة التحريض على الكراهية الشهر المقبل. أعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم الجمعة أن الجزائري يوسف عطال مدافع نيس الفرنسي سيحاكم يوم 18 من ديسمبر كانون الأول المقبل بتهمة التحريض على الكراهية بسبب القضية الفلسطينية بعد نشره فيديو في حسابه على إنستغرام بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الجمعة، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس. وبانتظار صدور الحكم، سيوضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80,000 يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية باستثناء السفر لأسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.